السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في أطباق تسنيم. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا نوع من أنواع مقروط الكوشة إن شاء الله. هذا مش مقروط تقليدي 100%، راح نبدلو فيه شوية. كاين أخوات بزاف يعني يحوسوا حوايج اللي يكونوا جدد. واش عندي انا لهنا؟ عندي لهنا هذا السميد يكون متوسط الحبيبات. هاولك نتمنى يكون يبان لكم شويه، يعني يكون حرش شويه كما نقولوا، شويه ما يكونش رقيق بزاف. وعندي لهنا هذو كيلتين من السميد يكون حرش، مع كيله من السميد يكون رطب. هذه هي نورمالمون واضحه. وعندي لهنا كيله، نفس الكيله هذه كيلت بهذا الكأس هذا. خذيت كيله من السمن ولا مارغرين مخلطين ومذوبين، هاملك ديجا باردين. وعندي الملح. اذا ناخذ قصعه، نحط الكوب الاول من السميد الخشن والكوب الثاني، او اللي كيبان لكم هنايا تلقاوهم يتفرقوا ليه تعرفوا يعني نوعيه السميد باللي فيهاش الرطب. وهذا هاولك كوب يكون رطب، هايلك يعني تلقاوه يحصل في اليد هكذا تعرفوه بلي رطب. وراح نحط شويه ملح، نملح عادي شغل خبزه هكذا نملحها، مكثروش الملح طبعا بيسك حلو هكذا. نخلط شويه، راح نضيف ليدان ناولك لهنا هذا برد. اذا لهنا ندخل السمن هذاك ليدام كامل سميد. لهنا بعد ما دخلت ليدام هذاك في السميد كامل لهنا هاولك، يعني باه تعرفوا بلي شابع ايدام هكذا. اذا شكلتوا الكره هذه راح تتشكل لكم بلا ما تخسر. هاي الكره ما شاء الله، هاي لك قاعدة كيما راهي. دوك نحطو في صحن. اذا لهنا نجيب صحن يكون ناشف، نحط فيه السميد هذاك. اذا انا راح نخليه نغطيه بكيس بلاستيكي ونخليه ليله كامله. انا ذكراني مع المساء، الغدوه ان شاء الله الصباح باذن الله راح نكملوا نشوفوا الطبق تاعنا كيفاه التكميله تاعو. انا دوك نغطيه كما قلت لكم ان شاء الله ونخليه يبات. والاخوات اللي ما عندهمش الوقت تقدروا ديروه الصباح، كما تنوضي الصباح ديروا هذه الخطوه بعد وتخليه العشوه بعد الظهر مثلا تبداي تخدمي فيه. هذه اللي تكون محشوره، واللي يكون عندها هذه الساعه الاحسن والاحسن هكذا تخليه يبات والغدوه من ذاك تخدم به. اذا انا الغدوه ان شاء الله نلتقي. انا لهنا راح نخدم معكم الغرس او التمر. عندي لهنا انا حوالي 500 غرام. راني حطيت لها ملعقه كبيره من الجلجلان ونصف ملعقه كبيره من القرفه وملعقه كبيره زبده. لهنا تقدروا ديروا في بلاصه الزبده زيت نباتي عادي تقدروا تعجنوا به. انا دوك نخلطهم ونعجنها بشويه ما زهر. لهنا الجلجلان اختياري، اللي ما يحبوش ما يحطوش. اذا هايلك لهنا انا التمر بعد ما عجنتها راكم تشوفوا كيفاه تولي طريه. لا لهنا زدت شويه زيت نباتي اسمه الزبده والزيت النباتي. لهنا ماء الزهر ديروه للعطر فقط هكذا. عطيت لكم بالمقادير، يعني كنت خدمت من قبل ودرت كل شيء عيني ميزاني يعني، ولقيت ناس يتسالوا بزاف على المقادير اكزاكت. اذا انا هاولك السميد لهنا بعد ما بات ليله كامله
راكم تشوفوا لهنا تشرب كامل الليدام، يعني ما تحسيش به يبريي، يعني راه متشرب الليدام هذا كامل. دوك نبدا نلم فيه. واش عندي انا؟ اول حاجه عندي لهنا كيله فنجال صغير تاع ماء تاع قهوه، عفوا تاع القهوه الكحله. هذا فيه ماء الزهر، نبداوه به هو الاول في الكميه هذه اللي عطيتكم بعد. غير بالاصابع فقط. فنجان تاع قهوه صغير. ونبدا نجمع لهنا بالحليب، الحليب العادي. بسم الله. ماء الزهر نديروه غير للنكهه فقط، ليكون ماء الزهر تاعها يكون يعني فيه ريحه قاصحه بزاف، ما تكملش الفنجان. انا هذا تاعي يعني ريحته مش مليحه، يعني ما فيهش بزاف ريحه. اذا نبدا التشكيل الان. انا هنايا خذيت الحشو درتهم كريات هاملك والعجين ثان. لهنا الحشو يكون اقل من العجين طبعا. مانيش راح نعطي لكم المكيال، نتوما وحسب الرشام اللي راح تستعملوا. انا راح نستعمل هذا اللومول، نتوما واش من شكل تحبوا، تقدروا قلب، تقدروا كاري، تقدروا يعني اي شكل اوفال، نتوما واش تحبوا الاشكال اللي عندكم. راح ناخذ العجين ونبلاطيه لهنا. اذا نشوف لكم العجين يا ريت انكم تحاولوا ما تزيدولوش سوائل. اذا شفتوه نشوف لكم بزاف، معليش زيدوا شويه ماء ولا شويه حليب. هكذا انا نحاول نخدم به بوطون بدا ينشف. هكذا نعملهم كريات. بعد كريات راح نديرهم على شكل لومول تاعي هكذا، باه نساعد روحي. بهذه الطريقه نحطهم ونشكل، نحاول نخليه ياخذ لا فورم تاع لومول تاعي هكذا. راح نخدم ان شاء الله معكم اشكال مختلفه الى قدرنا ربي في المستقبل. كاين واحد الاخت طلبت مني رولي، الخطره الجايه ان شاء الله راح نديرو لك اللي كتب ربي هكذا. ونحي نحاول يعني نعدلها دائما بيدي، يعني كل ما ديروا بالطابع حاولوا تحاولوا تعدلوا فيه شويه هكذا. انا عندي لهنا شويه من الفارينه وعندي لهنا النقاش. هذا لابنس نعاون روحي شويه برك. راح ننقش باي شكل، حنديرها على شكل ريشه بهذه الطريقه، ونزيد هكذا. ونعدل بيدي دائما، النقاش دائما بعد ما تخدموا به عدلوا بيديكم. راح ندور الجهه الثانيه. بهذه الطريقه ونعدل فيها طبعا، بيسك بعد ما تنقشوها تحسوا بها تتحل شويه هكذا. بهذه الطريقه راح نحطها في صينيه الفرن، نكمل كل الحبات اللي عندي ومن بعد نرجع لكم. اذا هاملك الحبات بعد ما كملتهم انا لهنا فقط حبيت ننبهكم نولهكم يعني اونكا تغلطوا ولا لهنا لومول وانتم تخدموا حاولوا تخلوه في اتجاه واحد
تاع الرؤوس هذو، يعني يكونوا بهذه الطريقه. احفظوا لهم وانتم تخدموا باه يجيوكم نفس الحبات. انا ديجا لهنا هذو لي دو راني نسيت قلبت بالطريقه هذه وخدمت، ومن بعد كي حطيتهم جاوني مختلفين على البقيه. هاملك نتوما يا اما تديو الاتجاه هذا ولا الاتجاه هذا، يعني اتجاه واحد باه يجيوكم حبات مماثلين. لما تحطوهم في الطبسي يعني ما تجيش وحده رايحه هكذا وحده هكذا، باه يجيوكم نفس الشكل. انا دوك ندخلهم الفرن يكون ساخن من قبل 200 درجه، يكون 10 دقائق ولا ربع ساعه حميتوه مليح من قبل 200 درجه. لازم يكون سخون بزاف هكذا باه ما ينشف لكمش المقروط ويجيكم يقعد لكم طري ومبسس. اذا 200 درجه يعني يكون سخون، اذا فوق المتوسط. الاخوات اللي عندهم الفرن تاع الغاز يديروه فوق المتوسط، يكون النار شويه عاليه ما تكونش هابطه بزاف. اذا انا نطيبه ان شاء الله ومن بعد نرجع لكم. اذا هاولك لهنا المقروط انا بعد ما طيبته خرجته من الفرن. لما تخرجوا من الفرن دائما نقول لكم ما تمسوش فيه، خليه حتى يبرد تماما باه تتلاحوا ليه. اذا مسيتوا فيه راح يتكسر في يديكم، دونك ما تمسوش فيه. هاولك يعني كيما مسيتش فيه هاولك يعني يرجعوا التشققات هذوك ما صارت له حتى حاجه. هاملك هذه الحبه هكذا في النقش، يعني انا نقشتها هكذا شويه هبط بالنقاش على هذه جاتني هكذا، والباقي هاملك يعني ما صارت لهم حتى حاجه. انا دوك نوجد العسيله، هو يكون بارد والعسيله سخونه. اذا انا هايلك العسيل بعد ما خدمتها راني حطيتها لكم في القناه. كاينه ما ديروهاش تكون خفيفه بزاف، تكون شويه ثقيله شويه خير. راح نحط نعسل بالوحده غير بشويه فقط، يعني يكون خاطر كي يكون هشيش. نجيب شوكه هكذا نعسلهم كامل. العسيله تكون مليحه ما تكونش خفيفه بزاف هكذا، ونحطهم. انا راح نعسلهم كامل ان شاء الله ومن بعد تشوفوهم في صحن التقديم. اذا هاولك المقروط تاعنا بعد ما عسلته راكم تشوفوا فيه. لهنا انا زدت درت له رشه خفيفه فقط من الجلجلان. انا ما نحبش نكثر، يعني هكذا لو تلاحظوا نقاط صغيره فقط هكذا نحبو. كاين الناس بزاف ما يحبوش طعم الجلجلان، انا شخصيا ما نحبوش بكثره، كون نصيبو هكذا يكون خفيف فقط. راح يخرجوا لكم مقروط ما شاء الله روعه. ديجا انا الوصفه هذه راهي كما الاولى اللي حطيت لكم، فقط بعض التغييرات بسيطه في الشكل وفي الوصفه، يعني تغييرات خفيفه فقط. راح تخرج لكم نفس النتيجه. راح نفتح معاكم حبيبه باه تشوفوا. بسم الله هاكم روعه والله، يخرج لكم تحفه. هاولك شوفوا كيفاه يخرج مرمل، شوفوا حتى الغرس الثاني طري، يخرج لكم تحفه. نتمنى الاخوات اللي يحبوا المقروط يجربوه ان شاء الله بهذه الطريقه بهذه الكيفيه وينجح لهم باذن الله. فقط اتبعوا الخطوات اللي هدرت لكم عليها خطوه خطوه وان شاء الله راح تنجح لكم الوصفه. هو الصح كامل في المقروط هو الطياب، يعني راح تتبعي المقادير ومن بعد اذا ما طيبتيش بطريقه صحيحه راح يخسر لك، ولكن هي المقادير نفسها مش راح تختلف. المقروط دائما نلقاو 3 كيلات ولا 4 كيلات سميد مقابل بكيلة دام هكذا، ونلموها سواء بالماء ولا بالحليب ولا هكذا. هذه هي وصفه المقروط. نتمنى ان شاء الله تجربوها كامل وتنجح لكم باذن الله. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش بدعمي في اشتراككم في القناه و عفوا و تبارطاجيو لي فيديو تاعي ان شاء الله كامل مع اصدقائكم. اذا هذه هي، والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.